محتوانا دايما بيتكلم عن اللايف كوتش والتواصل الروحي. وبدأنا معاكم من الحلقة اللي فاتت في طرق التواصل الروحي اللي تخليك دايما على درجة من الشفافية، اللي تدرك كل شيء بيحصل معاك. وقلنا أول خطوات التواصل الروحي هو إنك تفهم أحلامك المنامية. أحلامك المنامية اللي بتشوفها وانت نايم ما هياش عبارة عن صور ومشاهد وفيديوهات جاتلك على سبيل التسلية، ولكن دي فيها رسائل كتير قوي مهمة ليك. فالمطلوب دايما تكون على قدر من فهم أحلامك المنامية، وبالتالي تخليها زي المراية اللي لما تبص فيها تفهم كل اللي بيحصل معاك، تفهم سبب العكوسات وسبب التعطيل ووقف الحال، تفهم حتى آلام المفاصل وتساقط الشعر، تفهم كل شيء في حياتك بيحصل معاك ليه. حتى كمان تدرك لو أي مشروع أنت ماشي فيه هل في بشرة خير فتكمل ولا لأ، أو إن كان في خسارة فترجع قبل ما تخسر أكتر وأكتر، أو حتى تلاقي إجابات عن تساؤلات شغلت بالك لفترات طويلة. فدايما مع تفسير أحلامك المنامية هتحس إنك خلاص بقيت مدرك كل لحظات حياتك أول بأول. وهنا نبدأ في خطوة أساسية، وهو إزاي حتى أفرق ما بين الأحلام المنامية اللي بشوفها وأنا نايم هل فيها رسالة ليا ولا أحلام ملهاش أي تفسير. فكل اللي انت بتشوفه وانت نايم عبارة عن حاجة من اتنين: إما رؤية صالحة صادقة تأتي قبيل الفجر وواضحة وضوح الشمس، أما ما عدا ذلك فكل ما تراه وانت نايم صباحا مساء اسمه حلم منامي. والحلم المنامي إما إنه يكون حلم منامي صحيح له تفسير وله رسالة ليك، أو حلم منامي لا يعول عليه ليس له تفسير. وهنا هنحدد نقطة أساسية هي الأحلام المنامية اللي لما تشوفها وانت نايم ما تبذلش مجهود وتفكر فيها، لأنها أحلام منامية ليس لها تفسير. أول نقطة فيها وهي أحلام العقل الباطن. إيه هي أحلام العقل الباطن؟ هو إنك تشوف وانت نايم حاجات هي شغلة بالك في الوقت الحالي. يعني إن كنت بتدور عن زيجة أو عروسة أو حتى بتبحث عن عمل وتتلاقي في حلمك المنامي شيء شبه ذلك، إنك بتمضي ابلكيشن في شركة، أو إنك داخل بيت واحدة معينة من اللي انت بتفكر فيهم أو اللي انت بتفكري فيه، فحلم ليس له تفسير إنما هو تفريغ لعقلك الباطن. تاني نوع من أنواع الأحلام المنامية التي ليس لها تفسير هي أضغاث الأحلام. أضغاث الأحلام هي الأحلام اللي بتجيلك وانت نايم في حالة خنقة وضيقة وزعل. الأحلام اللي بتجيلك وانت نايمة لما دايما تكوني حزينة ونايمة في حالة بكاء، هو إنك دايما تحس إنك بتخرف، فدي أحلام ليس لها تفسير. ثالث نوع من الأحلام المنامية التي ليس لها تفسير هي الأحلام الشيطانية. المصطلح تقيل وكبير، ولكن أول ما تفهمه هتعرف إنه ياما حصل مع كل واحد فينا. الأحلام الشيطانية هي الأحلام اللي بيلقيها الشيطان على بالك عشان يفسد عليك حياتك ودينك، زي إنك ترى من الفجر ما ليس فيك. كل واحد فينا ساعات بيشوف حلم منامي يقوم منه مفزوع ومخنوق ومتضايق، إنه شاف أفعال في الحلم بعيدة عن دينه وأخلاقه وشخصيته، وبالتالي يقوم مقفول يومه عن إنه يعيش حياته، وبالتالي هو ده رغبة الشيطان منك إنك تخسر يوم من أيامك. فأحلام العقل الباطن وأضغاث الأحلام والأحلام الشيطانية أحلام ليس لها تفسير ولا يعول عليها. ما عدا ذلك حلم منامي صحيح له تفسير له رسالة ليك، إما بشرة خير في موضوع معين انت ماشي فيه دلوقتي، او تحذير من امر ما تلحق قبل ما تخسر، او وصف حال لحياتك انت عامل ايه دلوقتي، او اجابة عن تساؤلات شغلت بالك لفترات طويلة. يبقى بداية النهاردة عرفنا حتى نفسر ما بين الأحلام المنامية الصحيحة التي لها تفسير والأحلام التي لا يعول عليها وليس لها تفسير. في الحلقة الجاية إن شاء الله هنوضح العلامات الأساسية في الحلم المنامي اللي تخليك تفهم إن الحلم ده صحيح وإيه التفسير منه.